يعني يا فرقة يا عديمة الحساسة يا اللي اسمك بيراميدز، الملك بتاعكو عامل لكم مكافآت استثنائية خزعبلية لو كسبتوا الماتش ده. جايب لكم احسن واغلى صفقات في مصر وفي افريقيا كلها. جايب لكم فرقة او مدير فني او جهاز فني كامل على اعلى مستوى، ومنهم المدير الفني اللي على راس الفرقة خسر 2 نهائي قبل كده من النادي الاهلي، وما ينفعش يخسر التالت والا هتبقى اضحوكه مش في مصر بس، ده انت هتبقى اضحوكه في العالم العربي كله، لان انت يعتبر دلوقتي فريق بتمثل الامارات جوه الدوري المصري، وماتش النهارده كان بيتلعب في الامارات. جايب لك احسن صفقات واحسن جهاز وفي جهاز اجنبي، وبدعمك واحسن مكافآت ورواتب واحسن واغلى رواتب وفي مواعيدها، ومكافآت الفوز استثنائيه. وعندك مدحت شلبي يقول لك فريق ولد عملاقا. طبعا دي زارطه كبيره قوي، انا اول مره اشوف صراحه فرقه عملاقه بتتولد بتخسر 5 نهائيات من ساعه ما اتولدت يعني، ويقول لك اتولد عملاق. اما لو كان كسب ال5 نهائيات اللي لعبهم كان اتولد ايه يعني؟ اتولد زحل ولا عطارد ولا عملاق ايه؟ بطل تطبيل على الفاضي والمليان، مش هتاخد قرشينات خلاص. اللي كان بيديك قرشينات باع النادي وكتتك من القناه وقفلها وجاب ظروفها. نرجع لمرجوعنا، بيراميدز يتعمل له ايه ولاعيبه بيراميدز يتعمل لهم ايه اكتر من كده عشان يكسبوا النادي الاهلي اللي هم اصلا اتعمل الفريق كله والنادي كله اتعمل عشان نكسب النادي الاهلي. هنفضل عايشين على ماتش عبد الله السعيد لحد امتى؟ اللي هو اتأيد الساعة 7 الصبح عشان يجي يلعب الماتش بالليل، ولعبه وهشام محمد الكرة مرفوعة 15 متر فوق، هشام محمد بيتفرج عليها كده لحد ما نزلت على رجل عبد الله السعيد جوه ال6 يارده، قام حاططها جون وخلص الماتش 2-1. وجمهور الزمالك كله اللي هو جمهور بيراميدز الثاني عايش على الماتش ده بقاله سنين يقول لك بيراميدز متفوق على النادي الاهلي اداء ونتيجه، بيراميدز مش عارف ايه، لما كان اسمه الاسيوطي كسبكو ولما بقى اسمه بيراميدز بيكسبكو، ومن ساعتها ما شافوش ميه ولا نور. لحد امتى هيفضل فريق بيراميدز فريق وضيع؟ الزمالك رقم 2 وجمهور الزمالك كله هيفضل لحد امتى بيشجع بيراميدز؟ طبعا ده شيء مفروغ منه ان كل جمهور الزمالك احنا عارفين ان هو بيشجع بيراميدز وبيشجع الاسماعيلي وبيشجع اي فرقه بتضايق النادي الاهلي، ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. النهارده النادي الاهلي او النهارده نبدا ببيراميدز الاول، الكيادين اللي اسمهم فريق بيراميدز. شفتوا النهارده قبل الماتش ما يبدا لما عملوا كلهم كده، مش مجرد اللعيبه زي ما البروتوكول المعروف ان هو الماتش خلاص بيبتدي اللعيبه بتتصور الصوره التذكاريه بتاعتهم، وبعد كده بيقفوا كده بينهم وبين بعضهم كتافهم في كتاف بعض وبيتفقوا على خطه معينه. في اوروبا لو الفريق هنا عربي مسلم بيقروا الفاتحه. المهم ان الفريق ال11 لعيب اللي هيبداوا بيعملوا دايره كده في نص الملعب بتاعهم ويجتمعوا ويقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ويقروا الفاتحه او يتفقوا على اي شيء. لكن النهارده شفنا دايره بيراميدز كلها لعيبه وجهاز واداريين وطبيين وكله، حتى عامل غرفه الملابس كلهم واقفين دايره واحده كانهم هيشوطوا ضربات جزاء. ده امتى؟ قبل الماتش اصلا ما يبدا. ده اللي يدل على ايه؟ يدل ان بيراميدز عنده رغبه انتقام غير عاديه، عنده رغبه للفوز غير عاديه. المالك وملاك النادي موصلين للجهاز وللعيبه ان ده ماتش حياه او موت. عندهم رغبه ان ده يبقى ماتش يتقلب دم للركب لو بيراميدز مش هيفوز، وده اوبشن مش في دماغهم اصلا. فريق بيراميدز النهارده كان بيلعب بالدم وبالروح وبالقلب ضد النادي الاهلي، ومش كوره، يا ريتها كوره ويا ريتها منافسه، لان انتوا عارفين ان بيراميدز ما بيلعبش كل ماتشاته كده، بيلعب كل ماتشاته مع النادي الاهلي كده، لكن مع بقيه الفرق نياو 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 وهس بس. لكن مع النادي الاهلي بيقلب يعني مش عارف اقول كلمه، يعني مش عايز اغلط، ولكن بدأ اللقاء وشفنا وحوش من النادي الاهلي في بدايه اللقاء. اول 12 دقيقه شفنا النادي الاهلي متماسك وكتله واحده، وده اللي انا تمنيته. قلت ان بيراميدز مش هيعدي اللقاء ده وهيخطف من بدايه اللقاء. وشفنا هجمه مصطفى فتحي وهو رايح على الشناوي
والحمد لله النهارده نجم اللقاء الاول بلا منازع. هم كتير بس نجم اللقاء الاول محمد الشناوي، اللي فكرني بالشناوي بتاع 2018 ماتش اوروجواي. محمد الشناوي النهارده اتولد من جديد وشهاده ميلاد جديده بيكتبها مع النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. محمد الشناوي النهارده عمل ماتش عمره، هو ومين؟ هو وطيب الذكر اللي خلاص يئسنا وزهقنا ولساننا اتعود وخلاص ما بقاش فيه كلمات مدح تقدر توصف اكتر من كده فيك يا مروان يا عطية. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني المستوى ده؟ مستوى استثنائي في كل لقاءاتك مع النادي الاهلي. ربنا يحميك بسم الله ما شاء الله من عيني ومن عين اي حد سواء بالخير او بالشر، لان انت ممكن تحسد حاجتك. انت ممكن لو مروان عطية ده في فريقك، لو انت مشجع من جمهور النادي الاهلي ممكن تحسد مروان عطية من غير ما تحس. فبسم الله ما شاء الله من عيني ومن عين كل جمهور الاهلي وغير الاهلي مروان عطية. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ إيه يعني؟ حسني عبد ربه اتحط في الخلاط مع شوقي، اتحط في الخلاط مع حسام غالي، اتحط في الخلاط مع حمص، طلع مروان عطية. مفيش كلام يوفيك حقك، مفيش كلام يوفيك حقك يا شناوي، مفيش كلام يوفيك حقك يا مروان عطية. اول خط دفاع للنادي الاهلي مروان عطية، يعني خامس المدافعين مروان عطية. رابع نص الملعب مروان عطية. ثالث المهاجمين مروان عطية، تجده في كل بقعة من بقاع الملعب مروان عطية. جنبه مين؟ حمدي فتحي. وحدث ولا حرج حمدي فتحي، وزي ما انت عايز تقول قول، مفيش كلام يا ابني يوفيك حقك يا حمدي يا فتحي. والله العظيم 3 ان حمدي فتحي ده سبب اساسي وان لم يكن السبب الاول هو في خطة نجاح، في نجاح خطة كولر وفي نجاح كولر اصلا مع النادي الاهلي. شفناه كلنا في كاس العالم للانديه كان بيعمل ايه، شفناه في ماتش الزمالك والباص الافتتاحي اللي عمله وضرب المساحه اللي عملها في ماتش الزمالك والاسيست اللي عمله بدماغه، استلامه بالصدر واسيست بالدماغ في السكس يارد. شفناه حمدي فتحي بيخلص ماتش بيراميدز في نهائي الكاس. شفناه النهارده صاحب الادوار المركبه، هو برضو خامس المدافعين وثالث خط نص الملعب او رابع وثالث المهاجمين مع الاثنين اللي كانوا مهاجمين النهارده، او مع الرباعي اللي كان هجومي النهارده، احمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف اللي بدأوا. يعني يا جماعة الخير الادوار المركبة اللي بيديها كولر واللي بينفذها على اكمل وجه ومحفظهم على اكمل وجه ازاي يعملوها المدير الفني اللي اسمه كولر، هو السبب الاساسي في نجاح كولر مع النادي الاهلي. الادوار المركبه اللي بيعملها ثنائي خط المنتصف المتمثلين في مروان عطيه وحمدي بيه باشا حمدي فتحي. عايزين نتكلم النهارده تاني على محمد شريف ونقول الكرة ارزاق. هتقول لي ده محمد شريف من سنتين كان جايب 21 جول واخد هداف الدوري. هتقول لي محمد شريف السنه اللي فاتت كان متالق. هتقول لي محمد شريف كان متالق فتره موسيماني. هقول لك الكرة ارزاق. محمد شريف ده رجله الاتنين شمال، رجله الاتنين ما بيعرفوش يلعبوا. رايي ومش هغيره، لو جاب 100 جون وخد هداف الدوري 20 سنه جايه ارقامه ممكن تكون كويسه، ولكن ملوش فيها. محمد شريف التحام ما بيكسبش، اجوان بالهيد ما بيطلعش، اجوان بالهيد ما بيجيبش، التحامات هوائيه ما بيكسبش، التحامات على الارض ما بيكسبش، ضرب المساحه وخطف المهاجم والقطع على القريبه ما بيعملش. انا اعمل ايه فيك يا محمد يا شريف؟ او استنى منك ايه؟ انت كويس بتعمله طول الوقت كويس، طول الوقت. انا عايز مهاجم النادي الاهلي يبقى طول الوقت كويس. انا عايز مهاجم تاني زي ازارو، حتى لو بيضيع كتير ولكن بيضرب لي المساحه دايما. اي كوره بتتلعب ازارو بتلاقيه اول واحد قطع وكسب الثنائيه. اي كوره في الهيد بيطلع في الهواء بيطلع يكسبها بدماغه. اي كوره ثنائيه مشتركه بيطلع يحط كتفه مع المدافع بيوقع المدافع او ياخد فاول او ياخد بلن. انت يا محمد يا شريف لازمتك ايه في هجوم النادي الاهلي؟ انت كيوت قوي، انت كيوت زياده عن اللزوم. انت مفيش منك رجا يا ابني. اتمرن يا ابني، طور بنيتك الجسديه يا ابني، دوس على نفسك في التمرين يا ابني، التحم مع المدافعين يا ابني، صدع المدافعين اللي ضدنا يا ابني، اعمل حاجه يا ابني، ناوش يا ابني، اضغط على المدافعين
يا ابني خليك اول خط ضغط للنادي الاهلي، اعمل حاجه لاجل النبي يا محمد يا شريف. زهقت منك، اقسم برب العباد زهقت منك. مش هفضل انا كواحد مشجع من مشجعين النادي الاهلي استنى 3-4 ماتشات عشان تجيب لي جون وافضل اسقف لك. مش هسقف لك. زيك زي قفشه قبل ما يقعد الفتره الاخيره على الدكه دي وينسى الكوره. قفشه كان كده، يقعد 3-4 ماتشات زفت والماتش الخامس يعمل لي اسيست، الجمهور يطلع يسقف لحد ما الجمهور فهم ووعي. قفشه ابيض. هنيجي القفشه كمان شويه وهنقول هو عمل ايه النهارده، ولكن انا واخد اللعيبه كده لعيب زي ما انا كاتبهم. عبد القادر يا ابن الحلال. انا اصلا من اول ما شفت التشكيله قبل الماتش ما يبدا وانا بقول ازاي عبد القادر على حساب حسين الشحات اللي خارب الدنيا ومكسر الدنيا ومكسر الشباك في اخر كام ماتش مع النادي الاهلي، وبعد ما اول ما كولر جه كان مستغني عن حسين الشحات وكان مطلعه بره القايمه خالص. حسين الشحات بتعبه وجهده وعرقه وبذل المجهود في التمرين وبتألقه خد مكان في تشكيله النادي الاهلي، بل وخد احسن ارقام في النادي الاهلي في الاحصائيات الفتره الاخيره. طب هتقول لي ممكن الاحصائيات تكون خادعه، هقول لك ممكن الاحصائيات، واغلب الوقت بتكون الاحصائيات خادعه، ولكن عينك ما تخدعكش. انت كواحد من جمهور النادي الاهلي دايما كلنا بننادي بحسين الشحات الفتره الاخيره مع النادي الاهلي. فحسين الشحات مش هيكون هو، اعتقد يعني مش هيكون هو البديل المميز. وشفت النهارده لما كان بديل ما كانش هو اللي نزل عمل الفرق، ضيع انفرادين. لكن حسين الشحات تقدر تبدا عليه اساسي، تقدر ان انت تعتمد عليه بسبب ان هو لياقته الفنيه ولياقته الجسديه ولياقته ومرونته التكتيكيه، ان انت ممكن تجيبه شمال او يمين ممكن يبهدل لك الدفاع. ولما يخلص جهده خرجه ونزل احمد باشا عبد القادر اللي ممكن ينزل بمهاراته الفرديه واللعيبه قدامك او الدفاع اللي قدامك بتاع الخصم لما يكون شحر وجاب جاز من لعيبه النادي الاهلي اللي بدات في التشكيله الاساسيه. ينزل بقى احمد عبد القادر بمرقعته، مش عايز اقول بكلمه تانية اللي هي مش عارف ايه. ننزل احمد عبد القادر بمرقعته في المباراه، ممكن وهو الدفاع خلصان نفس وجسدي وقع خلاص بدنيا، يقدر ينزل احمد عبد القادر او اي لعيب مهاري يبهدل في الدفاع زي ما هو عاوز. ولكن ان انت تبدا لي باحمد عبد القادر ما عملش حاجه، اللهم الا الكوره اللي شالها في الاخر قبل ما يطلع، في الثانيه الاخيره قبل ما يطلع اللي شالها كانت هتبقى انفراد وهدف، ولكن الحمد لله ارتد دفاعيا وغطى. وقبلها كان كرة لعبها للقندوسي، ولكن القندوسي وليد الكارتي كان سابقه وحط رجله فيها وطلعها. ولكن مش ده برضو اللي انا مستنيه من جناح النادي الاهلي. عبد القادر مفيش منك يعني، مش عارف اقول ايه يعني. اشتغل على نفسك احمد عبد القادر جماعيا اكتر من فرديا. اكيد انا قلت واهلك قالوا واصحابك قالوا لك والمحللين قالوا لك والجهاز الفني قال لك. انا مش عارف امتى هتسمع للناس. يا ريت تمشي والنادي الاهلي يوافق على عرض سيسكا موسكو، انت ما تلزمناش. الشناوي قلت عمل ماتش عمره، اقسم بالله اهم ماتش في تاريخ الشناوي كله مع النادي الاهلي كان النهارده. اهم ماتش في تاريخ الشناوي تقريبا بعد مباراة بالميراس اللي جاب لنا بينها البرونزية في السنة اللي قبل اللي فاتت. بيرسي تاو خرا زفت قطران نيلة ما يتشافش. مش عايزين نشوفك يا عم بيرسي يا زفت. انت اقسم هو انت يا ابني لازم تلعب في جنوب افريقيا ويكون الفريق اللي قدامنا مبهدلنا الساعه 3 العصر واحنا مش قادرين ناخد نفسنا، فانت تحس ان انت بتلعب في ارضك وتهنت، فتحس ان انت عايز تبان ان انت قدام اهلك وجمهورك وناسك ان انت بطل، فيتولد جواك الرغبه والحماس عشان تبدا تأدي. يعني انت لازم في ظروف معينه تبدا، يعني لازم الظروف دي تتواجد كلها وتجتمع عشان سعادتك تورينا لمحة من لمحاتك لما كنت بتلعب في الدوري الانجليزي. زهقنا اقسم بالله. النهارده اجنحة النادي الاهلي اللي بدأت في التشكيلة الاساسية كان النادي الاهلي جناحاته مكسورة بسبب بيرسي زفت تاو على اليمين واحمد باشا عبد القادر مش قادر امشي على الشمال. وطبعا شريف يا مولاي كما خلقتني سيراميك ابيض ممسوح بيبرق. مفيش يا ابني مستوى صدقني. اشتغلوا على نفسكم يا جماعه عشان احنا كجمهور النادي الاهلي ما يصحش ان احنا نشوف ثلاثي هجوم النادي الاهلي بالشكل ده. ما يصحش ان احنا تبقى الفرقه 10 وحارس مرمى نشوف من ال10 اللي بيلعبوا 3 ما لهمش اي وجود. ما يصحش الكلام ده. احنا كنادي اهلي
كجمهور نادي اهلي نشوف 3 على طول زفت الزفت كمستوى ونستنى منهم لمحه كل 3-4 ماتشات عشان نسقف لهم؟ مش هنسقف. محمد هاني يا جدعان الفترة الأخيرة أنا مستغربه بصراحة. محمد هاني حدث ولا حرج. محمد هاني المتألق، محمد هاني اللي بيلعب بقلب وروح، محمد هاني اللي تقل، محمد هاني اللي بقى يغطي على زمايله في الدفاع بعد ما كان هو الثغرة في دفاع النادي الأهلي. بقى محمد هاني هو اللي يغطي على زمايله في رباعي خط الدفاع. لما يتقدموا دايما بنلاقي محمد هاني بيعمل التغطية العكسية اللي كان أسوأ واحد في الكون هو وارنولد في التغطيه العكسيه. بقى محمد هاني من اميز ما يكون في التغطيه العكسيه. برافو محمد هاني، شابوه. هو ده المستوى بتاع باكي اليمين النادي الاهلي دفاعيا على الاقل اللي اتمنى اشوفه، سواء في محمد هاني، في اكرم توفيق، في كريم فؤاد، في ايا كان اللي يلعب. هو ده المستوى الدفاعي اللي انا اتمناه في باك يمين النادي الاهلي. معلول انت لازم نبحث في اصلك. انا متاكد ان انت هيكون ليك اصول مصريه، والاصل المصري اللي انت هتكون ليك علاقه بيه ده اكيد كان اهلاوي. اكيد كان اهلاوي يا ابني. ما هو اللي انت فيه ده مستحيل يكون مستجد على شخصيتك. واحد في الاغنيه بتقول لك وده تشوفه تقول اهلاوي، انا اشوفك اقول مستحيل ده ما يكونش ليه اصول وجذور بتمد اصلها للنادي الاهلي. اقسم بالله مش بمدح ومش ببالغ. انت يا ابني مفيش كلام يوصفك. انت مستحيل تكون مالكش اصل او جدر اهلاوي. لازم نبحث في تاريخ عيلة علي معلول هنلاقي اصول مصرية، وانا متأكد ان الاصل المصري اللي هنلاقيه ده هيكون له علاقة بالنادي الاهلي. مفيش كده يا ابني. تسلم روحك، تسلم تعبيرات وشك اللي بتوريها للخصوم. احنا كجمهور بنبقى واقفين في المدرجات وقدام الشاشات بيبقى على وشنا تعبيرات معينة. اللي بيعمل لنا التعبيرات دي وبيوريها للخصوم بتاعت النادي الاهلي هو علي معلول. برافو برافو برافو. النفسية تكسب، النفسية تكسب. النفسية هي اللي بتخليك كعبك عالي على منافسك. النفسية هي اللي بتركبك على اللي انت بتلعب عليه، سواء بقى باك، ظهير، دفاع، هجوم، حارس لحارس. النفسية هي اللي بتوصل لخصمك ان انا اقوى منك، ان انت مش فارق معايا، ان انا ههينك في الملعب بأدب، هكسبك كورة. لان احنا في الاول وفي الاخر دي لعبة كورة، لا خناقة ولا قلة ادب ولا تجاوز. تسلم الروح اللي انت فيها يا معلول. قندوسي يعني انا ما اقدرش اقول حلو ما اقدرش اقول وحش. القندوسي كان النهارده بالنسبه لي بصراحه محير. اشتغل على نفسك اكتر من كده يا قندوسي. محتاج ان انت تدوس على نفسك اكتر من كده جسديا وبدنيا، وفي الالتحامات برضو ضعيف. اتمنى ان انت تكون احسن من كده. وطبعا الكوبري اللي انت جبت لي يعني النهارده خلتني في حاله مزاج كده، يعني ما تتوصفش بالكوبري اللي انت اديته لاحمد توفيق كده على المغمض. تهويشه بكوبري بتاع ديه يخرب عقلك، يخرب عقلك. دي طبعا تشفع لك، ولكن لازم تشتغل على نفسك اكتر من كده. رقم 10 في النادي الاهلي لازم يكون مستواه اعلى من كده، وانا متاكد ان انت عندك احسن من كده. ولكن ان شاء الله كولر يبدا يلعبك الفتره اللي جايه عشان تاخد دقايق اكتر وتثبت لنا نفسك اكتر. الشناوي عايز اتكلم في حته، اتكلمت خلاص في حته الحته الفنيه بتاعت الشناوي. نتكلم بقى في حته الخناقه اللي حصلت مع الولد اللي اسمه محمد الشيبي، وهجيله باخر الفيديو. محمد الشناوي كنا كلنا بننتقده ان هو ازاي كابتن النادي الاهلي، وازاي كابتن النادي الاهلي يكون كيوت، واي خناقه تحصل بيروح يفض ويحسس على الخصم ويدادي على اللعيبه ومش عارف ايه ويلم الدنيا. لا، ما كانش ده المفترض وما كانش ده اللي المفروض يحصل. بقالنا ماتشين 3 بنشوف الشناوي هو ده كابتن النادي الاهلي. انت بتلعب بقلبك وبتشيرت النادي الاهلي اللي مفيش اغلى منه في الدنيا. اقسم بالله كنا دايما بنقول كابتن النادي الاهلي لازم يكون زي حسام غالي، لازم يكون راجل يجيب كده الخصم من التيشيرت بتاعه يقول له في ايه يلا ما تفوق يقعد، ويخش ما يفضش الخناقه، لا ده يضرب، يخش يضرب. ليه؟
لو حد من لعيبه الخصم اعتدى على النادي الاهلي، او اعتدى على لعيبه النادي الاهلي، او اعتدى على تيشيرت النادي الاهلي، او على شعار النادي الاهلي، انت بديت ان انت تتعدى عليا وتسبب لي اهانه. انا اروح اداديك؟ لا يا حبيبي. عشان ايه؟ عشان واحد زي مدحت شلبي بيقول لك شكلنا قدام الاجانب وما يصحش يا رجاله. ما يصحش ايه؟ ما هم اللي بداوا، ما هم اللي قالوا، ما هم اللي تجاوزوا. انا اروح بقى افض عشان ايه؟ عشان العلاقات تغور العلاقات. عشان ايه؟ عشان النفسيه تغور النفسيه. انا لعبت لعيبه كبيره مش لعيبه صغيره، والا ما كانش دخل النادي الاهلي. مش قد النادي الاهلي ومش قد تيشيرت النادي الاهلي، امشي. بتتاثر بالضغط، امشي. مش قادر على ضغط الجمهور، امشي. مش قادر على تيشيرت النادي الاهلي، امشي. لكن ما تقوليش كابتن النادي الاهلي يخش يفض ويخش يدادي. هو ده الشناوي اللي انا عاوزه، هو ده الشناوي اللي احنا عاوزينه. كابتن النادي الاهلي لما حد يعتدي على لعيب من لعيبه النادي الاهلي ما يخشش يفض، يخش يضرب. هو ده النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي وكابتن اي فرقه كبيره وعندها شخصيه. هو ده الشناوي اللي انا عاوزه. دخل محمد الشيبي عايز يلعب وعايز يجيب جون، ومحمد عبد المنعم واقع على السكس يارده. محمد الشناوي يجري ويضرب، اضرب من تحت الحزام، لكن ما تعمليش فيها كيوت. كلنا كنا بننتقد قفشه ان هو لما شيكابالا كان بيستفز النادي الاهلي يروح يطبطب على شيكابالا. كلنا كنا بننتقد محمد مجدي قفشه ان هو لما اي حد من الخصم ينتقد ولا يتجاوز مع لعيب من لعيبه النادي الاهلي كنا بنخش ننتقد محمد مجدي قفشه ان هو بيخش يدادي ويخش يطبطب ويخش يضحك في وش الخصم، وهو هينا وهين لعيب من عندنا. ليه؟ هو احنا عينينا مكسوره؟ ليه يا حبيبي؟ لا يا بابا، هتضرب هتضرب وتاخد بالجزمه. هو ده كابتن النادي الاهلي، وما ينفعش ما يعملش كده، ويلا يقلع الشاره ويسيبها لواحد صايع. والعيله اللي ما فيهاش صايع حقها ضايع. انا حد يجي عليا واروح اطبطب عليه ليه؟ ده حتى الدين ما بيقولش كده. بيقول لك المسلم القوي خير من المسلم الضعيف. ما تكونش ضعيف. هو ده الشناوي اللي انا عاوزه. ومن بعد الخناقه محمد الشيبي يروح يلعب كورنر وجمهور الاهلي عمال يحدف عليه الازايز لانه تجاوز وبيحدفوه بازايز ميه، يعني مش قنابل. ماشي. مدحت شلبي طالع يصطاد في الماء العكره ويزيد في الزيطه، يقول لك لا انا بلوم على 3 اطراف. يعني انت سايب اصل الخناقه واللي استفز لعيبه النادي الاهلي واللي كان عايز يجيب جون واللعيب واقع وتقول بلوم على 3 اطراف؟ تقول للمخرج مش عارف ودي الكاميرا هناك ليه؟ ما اللي غلط ياخد بالجزمه قصاد الكاميرا وقصاد الناس، يتكسر عينه قدام اهله وزمايله واصحابه. طبعا مش هقول جمهوره لان بيراميدز ما عندوش جمهور. يتكسر عينه ويتكسر عينه قدام الكاميرا، ويفضل دي وصمه عار في تاريخه عشان اي حد يكون عبره لاي حد يجي يتجاوز في حق لعيب من لعيبه النادي الاهلي. هو ده، ولا يليق بنا الا ده. وكابتن النادي الاهلي ما ينفعش يعمل الا ده. بعد الخناقه بقى عجبني مين؟ عجبني 2. شناوي طبعا انا قلت خلاص في الخناقه، ولكن عجبني معلول والشحات. كانوا قافلين على الواد ده قفله الدكر. هو ده اللي انا عاوزه من لعيبه النادي الاهلي. زي ما انا لسه قايل لك، النفسيه هي اللي بتخليك كعبك عالي على المنافس بتاعك. النفسيه هي اللي خلت واحد زي فتوح محلي بيلعب في الزمالك يكون كعبه عالي على واحد بيلعب في مانشستر يونايتد في منتخب تونس اللي هو اسمه حنا بعل. ليه؟ عشان ركبوا نفسيا في ماتش مصر وتونس في كاس العرب، ولا مش فاكر في كاس الامم، في كاس العرب. في كاس العرب. النفسيه. الشناوي علي معلول والشحات كان قافلين على الواد دوت، وكل ما الواد ده يحاول يرفع يقوموا قافلين عليه، تطلع الكرة اوت. الشحات يبص للواد كده ويضحك له، واستفزاز كده من تحت لتحت، ومعلول يبص للواد ويضحك له. طبعا انتوا عارفين ضحكه معلول مستفزه زي ضحكه شوبير بالظبط. انت بتضحك عليا يا شوبير، ولكن هي دي المطلوبه يا جدعان. ما ينفعش لعيبه النادي الاهلي كلها تبقى كيوت كده زي قفشه. الحمد لله قفشه قاعد على الدكه بقاله فتره، فضل ونعمه. عجبني قوي يا جدعان لعيبه النادي الاهلي النهارده. الشناوي، شحات، معلول. طبعا بعيد عن مستواهم، انا بتكلم على النفسيه يا جدعان. لعبه الكره دي لعبه نفسيه قبل ما تكون فنيه. اللي يبدا انت ما تستفزش، ولكن اللي يبدا في استفزازك وفي اهانتك دوس عليه نفسيا وفي الملعب. وده اللي عمله النهارده الثلاثي الشناوي معلول شحات. 10 رجاله الاهلي.
للاسف النهارده قفشه لما نزل حرك المباراه. وانا ليه بقول للاسف؟ لاني الولد ده مش هطيقه، عمري ما هطيقه تاني بعد الحركات اللي كان بيعملها والستوريهات اللي كان بينزلها يستفز فيها جمهور النادي الاهلي. محدش يلا يستفز جمهور النادي الاهلي ابدا، وانت باذن الرحمن في اقرب فرصه بره النادي. بس الحق يتقال، النهارده لما نزل كان كويس وحرك المباراه شويه، والتاكلينج اللي عمله قبل ما لعيب من لعيب بيراميدز كان يوصل للكوره وكان هيروح شبه انفراد، وهو غطى وعمل التغطيه العكسيه على خالد عبد الفتاح اللي كان متقدم ساعتها، وهو عمل التاكلينج ولحق الكوره قبل ما تطلع كورنر. برافو قفشه لما نزل النهارده حرك الملعب، بياخد حقه. كهربا بفضل الله اللي قلت عليه في الفتره الاخيره عن كهربا، ان هو لما بينزل بره منطقه الجزاء وبينزل لمنطقه نص ملعب النادي الاهلي وبيشارك في عمليه البناء بيكون زفت، لانه هو مش كويس والكره تحت رجليه. لكن لما بيكون جوه منطقه الجزاء بيكون خطر. بفضل الله اللي انا قلته على كهربا النهارده اتطبق، والنهارده انتوا شفتوه بعينيكم. لما كهربا في اول ما نزل كبديل كان بيشارك في عمليه البناء وفي عمليه بدايه الهجمه، او يستلم اللعيب الكوره من لعيبه نص الملعب عشان يوزع لعب، كانت دايما بتتقطع منه وبيتوتر وبيدوس على الكوره وبيقع، ويا اما لما كان بيباصيها كان بيعمل ميس باس. ولكن لما الكوره اتلعبت له في ظهر الدفاع، عرف يسرق احمد سامي المدافع ويحط نفسه بخطوه قبل المدافع عشان احمد سامي يلبس ضربه جزاء بسبب كهربا اللي جوه مربع منطقه الجزاء. اخطر خطير. ولكن يخرج بره منطقه الجزاء ويشارك في عمليه البناء، زفت لعيب اسوأ من السوء. كهربا ما يشاركش في مرحله بناء اللعب لانه مستواه ضعيف جدا في مرحله البناء، والكره تحت رجليه ما ينفعش. كهربا اللعيب كهربا لو كره قعدت في رجليه اكتر من 3 4 5 ثواني بتتقطع، ولو طلعت من رجليه غالبا بتطلع غلط. كهربا تتلعب له الكوره وهو يديك فينش، يخلص، يعمل 1 2 من 1 تاتش ويلعب الكوره بسرعه تيجي. لكن يمشي بالكوره لا، والف لا. وبفضل الله اللي انا قلته على كهربا شفتوه النهارده، والنادي الاهلي كسب بفضل الكلام اللي العبد لله قاله عن كهربا بضربه جزاء تسبب فيها محمود كهربا لما اتلعبت له جوه منطقه الجزاء. والكره الثانيه اللي لم فيها احمد الشناوي كان هيجيبها، زي ما قلت لحضراتكم الكره دي المفروض ان هو كان يباصيها، خد القرار الصح ولما احمد الشناوي، ولكن زي ما قلت لك الكره لما طولت في رجليه خد القرار الغلط. القرار الصح ايه؟ اللي المفروض ان هو بعد ما لم احمد الشناوي كان يعرض اللي جاي من لعيبه النادي الاهلي، لان الشبكه ساعتها كانت فاضيه. ولكن هو اختار ان هو يشوط وخد القرار الغلط، لان الكوره طولت في رجليه اكتر من 3 4 5 ثواني زي ما انا لسه قايل لك. عبد المنعم ماتش عمره النهارده بالتساوي مع محمد الشناوي. برافو محمود متولي، برافو محمد عبد المنعم، برافو خالد عبد الفتاح لما نزل، برافو تغييرات كولر النهارده. قلت على اللعيبه اللي اجادت، قلت على اللعيبه اللي ما اجادتش. برافو النادي الاهلي كله مجموعه، او على المستوى العام او كتوتال. برافو النادي الاهلي، برافو لعيبه النادي الاهلي النهارده كانوا على اكمل واجمل وجه بفضل الله رب العالمين. الماتش كان صعب جدا، بطوله صعبه جدا جدا جدا. لو كان الزمالك جه لعبنا كنا هنديله 3 4 بالميت مستريح وعلى الواقف عشان كده هو ما جاش. ولكن النهارده جالنا فريق عنده الدافع، عنده الرغبه، عنده فرصه الانتقام، عنده فرصه ان هو يجيب اول بطوله في تاريخه على حساب الغريم اللي هو اصلا اتوجد عشان ينافسه، او بيفتكر انه ممكن ينافسه او ينكد عليه او يضايقه. ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. برافو النادي الاهلي، جمهوره كان طبعا على قدر المسؤوليه كالعاده. من عتبة جينا ومن شبرا في كل بقاع الارض النادي الاهلي هيسافر. حتى لو سافرنا في القطب الشمالي، القطب اي مكان، ابعد مكان في الارض، بتهيألي النادي الاهلي لو لعب في المريخ هيلاقي جمهور النادي الاهلي لا يتوانى لحظه عن دعم وتشجيع النادي الاهلي. التذاكر رجعت، جمهور الاهلي اشتراها، مفيش راعي انسحب، مفيش اي حاجه اتاثرت، بل بالعكس كان سوبر يليق بقوه الفريقين. كان سوبر على الموعد بسبب ان الفريقين اقوياء، مش بسبب ان فريق قوي وناس تانية كانت جايه تتفرج على فرقه اسمها الزمالك كومبارس. كان النادي الاهلي هيمسكهم يلطشهم ويديهم 3 4 صايمه زي ما انا لسه قايل لك. الحمد لله رب العالمين كان نهائي على العهد وعلى الوعد، كفى ووفى.
مبروك للنادي الاهلي، اداره وجمهور وجهاز ولعيبه ورجاله النادي الاهلي النهارده كانوا على الموعد وعلى العهد، ما خذلوناش. لحد هنا بتكون الحلقه انتهت. اتمنى اني كنت ضيف خفيف على حضرتك. بعتذر عن طول الحلقه، ولكن الكلام خدني وكان لازم ادي كل لعيب حقه. لحد هنا وبتنتهي الحلقه. اتمنى اني كنت ضيف خفيف على حضرتك. بقدر وقت حضرتك جدا، بحترم شخصك جدا. دمتم جميعا بالف خير. صلي على سيدنا محمد، ما تنساش، دي اهم حاجه في يومك. السلام عليكم.